ملفات قانونية. مشاهدينا الكرام، هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة العراقية. المشاركة الاتصال على أرقام الهواتف الظاهرة في أسفل الشاشة تباعا. وأبدأ مع السيد قيس الموسوي. اليوم القانون 159 لسنة 79 النافذ الحالي. قانون الادعاء العام هو من أخطر القوانين حقيقة في المؤسسة القضائية، في السلطة القضائية وفي المنظومة القانونية العربية حقيقة، وله مهمات كبيرة جدا. اليوم يكاد يكون هو السباق على هيئة النزاهة، وهو السباق على مكاتب المفتشين العموميين أو المفتشون العموميون، وهو حقيقة فيه مباحث ونصوص قانونية مهمة جدا تكاد تكون تدخل في كل مفاصل الحياة. لربما نقدر نعبر عنه تعبير شرعي، هو بديل عن نظام الحسبة الإسلامي. اليوم كان المحتسب الإسلامي هو الذي يدور ويمشي في الأسواق ويفتش عن الصغيرة والكبيرة. هذا القانون بمجمله من القوانين المهمة جدا. كيف نسلط الضوء على قانون الادعاء العام؟ نعم. بداية أحييك وأحيي ضيفك الكريم والأخوة الكادر في القناة العراقية، وأتمنى لهم الموفقية بعملهم دائما. الحقيقة قانون رقم 159 لسنة 79 قانون جوهري ومهم بالعمل القضائي العراقي. ارتكز على عدة نقاط، أنه هو أوجد دور مهم للادعاء العام بتفعيل دوره من خلال التدخل القانوني في إنجاز الأعمال القانونية، ودور له كبير كان في الدعوة الجنائية والجزائية، وقدر أنه يوصل معلومة أكيدة في الدفاع عن الحق العام. فكان دور الادعاء العام هو الحفاظ على المال العام والحق العام بشكل عام. نعم. واستطاع هذا القانون أن يقدم إنجازات كبيرة رغم التعثرات اللي واجهته من خلال العمل اللي كان يقومون به المدعين العامين. أنجزوا أعمال كبيرة وجبارة الحقيقة، لكن بمرور الوقت القانون احتاج إلى تفعيل دوره ورفضه بعناصر القوة لكي يقوم بعمله بشكل تام. نعم. فكانت توجهات أنه الادعاء العام أنه يأخذ دوره الطبيعي، خصوصا هاي المرحلة اللي احنا نعاني من عندها من شيوع الفساد الإداري والمالي. فكان على الادعاء العام أن يأخذ دوره بشكل أكبر، إضافة إلى الواجبات الأساسية اللي إجا بها قانون الادعاء العام، واللي تخص الإجراءات التقاضي وغيرها وتدخله بها وإشرافه عليها. نعم. فدور الادعاء العام كان كبير وحساس، وخصوصا المرحلة الحالية تتطلب أن يقوم بدور أوسع. فلذلك عمل المسؤولين في الجهات القضائية العليا على تفعيل هذا الدور وإعطاء صفات جديدة وموقع أفضل للقيام بواجباته، فمكنوه من القيام بالإشراف على أو استقبال الإخبارات عن ما يتعلق بقضايا إهدار المال العام والفساد الإداري والمالي بالدولة. فهاي الصفات جديدة منحت دفعت بالادعاء العام إلى الأمام، وخلته عنصر فاعل في العملية الجديدة، بحيث أصبح دوره جدا مهم ويعلو على كل الجهات الرقابية أن يكون يشاركها نفس المستوى بالهذا، لكن دوره أهم. فهو هسه يقوم بدور المتصدي لأفعال الفساد. طبعا هذه الفكرة مال تفعيل دور الادعاء العام فكرة جديدة اختمرت مؤخرا. نعم. من خلال عوامل جديدة أضافوها، ألا هو إعطاء الاستقلالية للادعاء العام ورفضه بعناصر القوة الجديدة، وأصبح مستقل وفك ارتباطه السابق وإيجاد ارتباط جديد للادعاء العام حتى يقوم بواجباته على أكمل وجه وتطبيق القانون. نعم. بحيث الإخبارات الجديدة أصبحت لازم أن تمر على الادعاء العام، أو هو نبه الجهات الرسمية والمؤسسات بالقيام بالإخبار عما يحدث بها من حالات تنطوي تحت مواد القانون اللي هي الجنح والجنايات. فالقانون واسع الحقيقة ومتشعب، فحتى أوجد يعتبر يخالف المقصر اللي ما راح يقدم هاي الإخبارات وما يدعم
موقف الادعاء العام ويرفده بالمعلومات المطلوبة لكشف الفساد والحفاظ على المال العام من خلال العمل اللي راح يقوم به الادعاء العام. خلينا ننتقل للاستاذ خوام. استاذ خوام، يعني حقيقه يعني كما علمت انه وكما تعلم من خلال السياق القانوني ومن خلال يعني خبرتكم بالمحاكم وسوح القضاء، اليوم الادعاء العام من الناحيه الواقعيه لربما البعض ويجوز حتى بالوسط القضائي، يعني من بعض القضاة لربما الكثير حقيقه من القضاة لربما ينظر الى الادعاء العام لربما نظره يعني اقل، وهذا ليست في مستواها. باعتبار القاضي هو صاحب القرار والمدعي العام. أنا حقيقة استغربت لربما من بعض المفردات من خلال بعض الرسائل اللي وردتني أنه يعتبر يقول لك المدعي العام مثل كاتب الضبط، وهو في حين المدعي العام دوره مقدس وكبير ومهم وحيوي. يبدي الادعاء العام بتحريك الشكوى قانونا ولربما ينتهي بإيقاف الشكوى. يعني أعتقد اليوم نص المادة 199 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يعني حتى اللي صادر عليه حكم بالإعدام يقدر بإمكان رئيس جهاز الادعاء العام يوقف التنفيذ والإجراءات يعني كاملة. وهذا نص خطير جدا يدل على أنه هذا الجهاز جهاز حيوي ومهم ويلعب دور أساسي في مجلس القضاء أو المؤسسة القضائية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحييك استاذ سالم ونحيي الضيف الكريم. حياك الله. وتحيه الى مشاهدي قناه العراقيه والى كادر قناه العراقيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. من حيث ما تفضلت به ومن حيث انتهيت استاذ سالم، اود ان اشير الى ان قانون الادعاء العام قد شرع في عام 1979 برقم 159، وكان هذا القانون له صدى واسع وله وقع في العملية القضائية، وكانت له أهداف أساسية. جوابا للتساؤلات التي تفضلت بها من خلال أنه الناس تنظر لهاي النظرة أو القضاء، نقدر أن نعرف المشاهد الكريم بأن دور الادعاء العام دور أكبر وأوسع، أكبر حجما وأوسع نطاقا مما يتصوره البعض ومما يتصوره موظفي السلطة القضائية أنفسهم من خلال الواقع العملي. أكيد. نحن نشير إلى القانون. بالمناسبة لربما مداخلة يعني لربما قفزت إلى ذهني اليوم هذه التنقلات اللي أصابت مجلس القضاء بتحويل وانتداب أعتقد كثير من الأخوة القضاة إلى الادعاء العام، وأريد أتطرق البعض لربما اعتبرها مثلبة أو منقصة بحق هؤلاء القضاة. الحقيقة قانون الادعاء العام كان قانون يعني مقنن بصورة يعني للمطلع عليه يجد ما في القانون يخالف الواقع، ما نقول تماما يخالف الواقع ولكن بنسبة كبيرة جدا. كان للقانون 7 أهداف أساسية، أو يعني نريد من المشاهد الكريم أن يسمعها ويعرف شنو دور الادعاء العام. نعم. دور الادعاء العام، الدور الأول حماية الدولة ومؤسساتها. أكيد. هدف القانون من تشريع الادعاء العام أن يقوم الادعاء العام بمساعدة القضاء والجهات المختصة على الكشف السريع على عن الجرائم والأفعال الجرمية، ويقوم الادعاء العام بعملية مراقبة تطبيق القوانين واحترام القوانين. هاي نقطة كلش مهمة، موضوع المشروعية في إطار موضوع المشروعية. نعم. يقوم الادعاء العام أو هدف قانون الادعاء العام أنه أن يقوم الادعاء في دوره في حماية الأسرة والطفل. طبعا هاي تنشر من خلال اختصاصات المحاكم ونوعية الدعاوى اللي يدخل بها الادعاء العام. اكو تدخل وجوبي للادعاء العام وتدخل جوازي بالنسبة للدعاوى المدنية ودعاوى محاكم الأحوال الشخصية. هدف الادعاء العام رقابي، الادعاء العام سلطة رقابية، سلطة تفتيشية. بإمكان الادعاء العام ومن تلقاء نفسه أن يقوم بتفتيش السجون والمواقف وإعداد تقارير شهرية دورية للعمل. بإمكان الادعاء العام أن يراقب القوانين ومن حيث مطابقتها للواقع وللتطور الذي يحصل
من حيث تغير الزمان. من الممكن أن يشرع بإعداد مشاريع قوانين يقدمها إلى المراجع بإمكان الادعاء العام ووجوب الادعاء العام بالنسبة للموضوع الجزائي. الادعاء العام يقوم بالإخبار عن الجرائم. الادعاء العام له سلطة تحقيقية. قانون الادعاء العام أعطى سلطة قاضي تحقيق لنائب المدعي العام في مكان حصول الجريمة إلى حين حضور قاضي التحقيق حضور قاضي التحقيق. وإذا تم الطلب منه الاستمرار بالإجراءات فهو يحمل سلطتين في آن واحد، سلطة قاضي تحقيق وسلطة رقابية بإمكان الادعاء العام ووجوبا على الادعاء العام، وتخضع الجهات التحقيقية لإشراف الادعاء العام، المحققين القضائيين، أعضاء الضبط القضائي اللي هم ضباط من بين ضباط الشرطة ومدراء الدوائر الرسمية. نعم. على الدوائر الرسمية. هذا القانون يقول قانون على الدوائر الرسمية عند حصول جريمة ما أن يخبر الادعاء العام، يخبر الادعاء العام. نعم. وجوبا على رئيس أي دائرة أن يخبر بحصول أي جريمة. إذن باعتباره عضو من أعضاء الضبط القضائي. نعم. الادعاء العام هو المتصدي الأول لمكافحة الجريمة. القضاء يأتي بالمرحلة الثانية على عكس الواقع الذي نشاهده. إنه ولهذا عنوان الحلقة أنه الادعاء العام بين الواقع والطموح. اليوم الواقع شيء وطموحنا شيء، وحقيقة النصوص القانونية شيء آخر. حقيقة أستاذ سالم ما نجد احنا في المحاكم، وتحية إلى كوادر الادعاء العام وتحية إلى أخواننا وزملائنا السادة القضاة وكل المعنيين بهذا الأمر، نجد أن الادعاء العام بالحقيقة ما يمارس دوره الحقيقي اللي وجد إلى أو سن إلى القانون. الادعاء العام هذا لربما أدخل بمدخل آخر. نعم. يعني أقول اليوم يعني جزء أتوجه بسؤال للسيد قيس الموسوي، أين هي نقطة الخلل؟ يعني اليوم ما تحدث به أستاذ خوام وما نتحدث به احنا يعني مرارا وتكرارا في يعني مباحث كثيرة وفي حلقات أكثر، إنه اليوم وين الخلل؟ يعني القانون هو به نصوص ممتازة جدا، الخلل بالواقع العملي لو هناك سلطة قضائية سلبت دور الادعاء العام، في حين هو يعني الجناحين حقيقة، جناح الادعاء العام وجناح القضاء هو ضمن أروقة السلطة القضائية. اليوم وين المشكلة؟ يعني هل تنازل الادعاء العام عن حقوق المقررة في هذا القانون وفي الدستور؟ بالمناسبة حتى رئيس جهاز الادعاء العام والإشراف القضائي منصوص عليه بالدستور، طبعا من المناصب الخاصة جدا، وهذا يعني يولي أهمية كبرى جدا. أين الخلل؟ الحقيقة الخلل مؤسسة الادعاء العام يكمن أنه بقلة الوعي. هاي بقلة الوعي بمهام هذه المؤسسة ومسؤوليتها بالنسبة للجمهور وبالنسبة للمتصدين لهذه العملية. فالناس يعني حقيقة ما تعرف يعني شلون تلجأ للادعاء العام حتى تتعامل ويا تقديم الشكوى، إجراءات التقاضي وياهم. أستاذ قيس خلي يعني أستثمر لربما أكو اتصال حقيقة من حيدر من النجف، يبدو هناك اتصال. حيدر من النجف. حيدر، السلام عليكم أستاذ الكريم. وعليك السلام ورحمة الله. شكرا أستاذ، أشكرك وأشكر ضيوفك الطيبين على البرنامج الرائع جدا. حياك الله، تفضل. أستاذنا الكريم سؤالي لا تسمحون. نعم. سؤالي إذا أمكن سؤال. تفضل. ولو أعتقد خارج نطاق البرنامج، احنا موظفي الشركة العامة لسلك الجنوبية. سبق أن أقمنا دعوة لأمام محكمة قضاء الموظفين في بغداد على الشركة العامة لسلك الجنوبية، باعتبار أنه احنا نستحق الترقية بعد مرور 4 سنوات، لكن الشركة العامة بقرارها أنه يجب أن تمضي المدة الأكبر اللي هي 10 سنوات، كانت تترقى من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة. فقررنا قرار من المحكمة الموقرة أنه نستحق الترفيع أو الترقية من تاريخ الاستحقاق الفعلي. نعم. الشركة العامة بالوزارة كوزارة الصناعة والمعادن نفذت القرار ورقت الموظفين اللي يستحقون من الدرجة الخامسة إلى الرابعة ترقوا من تاريخ الاستحقاق، لكن فروقات المبالغ المترتبة على أثر القرار تمتنع الشركة عن صرف الفروقات على اعتبار أنه لا يجوز صرف بأثر رجعي.
يعظم هذا قرار محكمة، مو قرار، مو امر اداري. القرار يعني على التعليمات الوزاريه، يعني على تعليمات وزاره الماليه. وزاره الماليه تقول انه لا يجوز الصرف ذات الرجعي. نعم. ذات الرجعي انه هذا قرار محكمه يقول ترقيه لاستحقاقكم من تاريخ الاستحقاق، يعني قبل سنتين احنا لازم نترقى، وبالتالي لازم فروقات المبالغ قبل سنتين تصرف لنا. نعم. يعني شوف راي القضاة المحترمين وجنابكم فوق الجانب هذا، واحنا منتسبين 10,000 منتظرين هالجواب هذا من جنابكم الموقر. اخ حيدر، انتم القرار المحكمه يعني اعتبرت يعني وضعكم صحيح وصائب، وعلى الجهه اللي تعملون بها اللي هي الشركه العامه مو للزيوت؟ نعم، السلسله الجنوبيه. نعم. في الكوفه. فيعني ملزمه. طبعا هناك تدري بالقضاء الاداري اليوم او قضاء محكمه الموظفين او اكو مشكله عامه، احنا حقيقه قدمنا ربما اكثر من 5-6 حلقات مع المعنيين، وكان ضيفنا الدكتور كريم خصباق رئيس محكمه قضاء الموظفين في عده حلقات، وقضاة اخرين واعضاء في مجلس شورى الدوله. تحدثنا عن انه اليوم المبادئ والاستقرار للمبادئ في قرارات محكمة الموظفين انه يستحق الموظف الدرجة من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ الامر الاداري او القرار الاداري. وهناك مبدأ اخر ايضا لربما حاضر في ذاكرتي، انه لا يتحمل الموظف خطأ الادارة. هذه مبادئ مستقر عليها. اما بخصوص حقيقة حتى جاوبك بالمباشر، انه اليوم اكو فرق بين القرار الاداري وبين قرار المحكمة. يعني فيما يخص الأثر الرجعي بالنسبة لوزارة المالية لربما هذا ما تتعكز عليه غير صحيح وغير أصولي، لأنه اليوم قرار المحكمة ملزم وواجب الاتباع، وهو قرار قضائي وليس قرار إداري. نعم. يعني الآن نقيم دعوة منظمة للأخذ الدعوة السابقة، إذا أخذ دعوة مستقلة، أنا نقيم دعوة منظمة للأخذ الدعوة. لا بعد انتم بعد ما تحتاجون دعوة، انتم عندكم قرار. انا ما اقول لك، انا اريد قرار قضائي يليح لنا يا وزارة انه نصرف نكون مستحقات. لا اخ حيدر احنا عندنا قرار قضائي مكتسب درجة البتات، الدرجة القطعية. ما نحتاج الى قرار اخر يوضح قرار اخر. هذا يبقى على الإدارة أن تنفذ هذه القرارات، وملزمة يعني هذه الإدارة ملزمة بتنفيذ هذا القرار. أما موضوع النزاع هذا لربما ندخل في بحث آخر، لكن صفوة القول مجمل القول حتى ما تتشتت الفكرة على هؤلاء 10,000 موظف وكثير من الأخوة. لربما عندنا يعني كثير من الحلقات في خصوص القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين. أنا أقول أكرر أنه هذا قرار محكمة ملزم وليس قرار إداري. وهناك الكثير ربما في الدائرة القانونية اللي عندكم هناك عشرات بل مئات من المبادئ والفتاوى والقرارات لمجلس شورى الدولة منشورة على شكل مجلدات في كل سنة من سنوات اعتبارا أعتقد من 2006 إلى 2015. ومع ذلك أيضا سنفعل هذا الموضوع في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا لحيدر من النجف. أعتقد لربما يجوز نطلع يعني، وهذا أهم أعتقد إلى دور بالادعاء العام أن جزء نفعل هذا الموضوع. نظام العفو بالنسبة للأخ السائل أنه احتمال اللي حصل أنه الدائرة المعنية ميزت القرار الابتدائي الصادر من محكمة القضاء الإداري، فالتمييز هنا راح ياخذ وقت طويل، فينتظرون نتائج التمييز للقرار حتى يقدرون. بالمناسبة نقطة مهمة يجوز كثير من الأخوة حتى الحقوقيين ما ملتفتين لها. ما عندنا بالقضاء الموظفين قضاء الإداري موضوع إيقاف تنفيذ. تم لاحظ اليوم الموظف اللي يتخذ قرار بحقه من قبل دائرته أو وزارته أو الهيئة غير مرتبطة بوزارة ما عندنا إيقاف تنفيذ. وكذلك القرار الذي يأتي من المحكمة لا فيما يعني لو تم تمييزه من قبل هذه الدائرة، هذا اللي ربما يعني ما تريد الإشارة إليه. صح، بس معظم الدوائر ما تتعامل ويا القرار الابتدائي الصادر من محكمة قضاء الموظفين وتتجه. هو يقول مكتسب الدرجة القطعية. أتمنى من الأخ حيدر إذا يسمعنا يعني ومتابع أنه إذا يتصل مرة أخرى بس يبين لنا أنه القرار مكتسب الدرجة القطعية، يعني هل تم اتباع طرق الطعن من قبل الدائرة من قبل الممثل القانوني أم ما زال يعني قيد النظر. خلي أذهب إلى فاصل
سيد قيس، ومن ثم نعاود يعني تفعيل هذا المحور. مشاهدي الكرام فاصل ونعود، فابقوا معنا. يبدو يعني غير جاهز الفاصل، يمكن بحاجة إلى دقيقة أستاذ قيس. نعم. احنا يعني انت سألتني عن دور الادعاء العام وكيفية تفعيله. الحقيقة قلت لك مؤسسة الادعاء العام تحتاج أولا إلى دعم الوعي بخصوص القانون هذا، نعم. وإفهام الجمهور بماهية هذا الموضوع. يعني الجمهور هسه ما يعرف غير أنه أكو قاضي وأكو محكمة، ما يعرف دور الادعاء العام. ودائما يعني اللي تعود عليه وافتهمه من الأفلام أنه دائما المدعي العام يطالب بإنزال أقصى العقوبات بالجاني. احنا يعني يمكن نربط سؤال حيدر، واعتقد جزء شاطرنا بالرئيس خوام. احنا نتمنى انه حقيقه كممثل للادعاء العام في كل وزاره، في كل هيئه، في كل مؤسسه، اليوم يباشر مثل هكذا حالات. يعني هكذا خروقات قانونيه، المدعي العام لربما يكون حاضر استاذ خوام، مو للحقيقه للطعن بمثل هكذا دعاوى ومثل هكذا قضايا. خلينا نذهب الى فاصل. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود.
مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى وبرنامج ملفات قانونية، وأعود إلى موضوع الحلقة وملف الحلقة الادعاء العام بين الواقع والطموح، ومع ضيفي الكريمين الأستاذ قيس الموسوي والأستاذ خوام عباس. أعود إلى أستاذ خوام، يعني عودا على بدء يعني على اتصال حيدر من النجف. نعم. موضوع اليوم القضاء الإداري لربما مو ناضج يعني اجتماعيا، ولربما حتى على بعض الأخوة والزملاء الحقوقيين والمحامين. يعني اليوم حتى نربط هذا الاتصال ونربط كثير من هذه المداخلات مع موضوع الحلقة الادعاء العام، هل نحن بحاجة إلى أن يكون هناك ممثل للادعاء العام في كل وزارة، في كل هيئة، في كل مؤسسة، نعم. لملاحظة مثل هكذا خروقات إدارية، خروقات قانونية، لربما خروقات يعني تخرق الشرعية والمشروعية؟ الحقيقة بالنسبة للادعاء العام نقدر نقول عليه الحامل الأول للقوانين. حلو. الادعاء العام ذو الصلاحية الواسعة، أينما يوجد خرق في القانون في أي مكان، من على ليس بشكل جوازي، وإنما على ومن واجب الادعاء العام أن يتدخل لسد هاي الثغرة ولكشف هذا الخرق. يعني تعتبر أو تعد يعني هذا من صميم واجبات من صميم واجباته. وقلنا احنا انه حماية الدولة ومؤسساتها ودعم النظام وتطبيق القوانين ومراقبة تنفيذ القرارات وتنفيذ القوانين. نعم. وعليه يقع على عاتق الادعاء العام انه يراقب في اي مكان. ليست هناك منطقة محصنة. نعم. او زمن محصن على الادعاء العام ان يتدخل، وبما أو ليس له مساحة محددة وليست له، وإنما نعم، مساحة مفتوحة. مساحة مفتوحة عليه. نعم. قانون الادعاء العام اللي شرع عام 79 وكأنه يحكي آلامنا الحالية. نعم. وما نشكو منه، ولو رجعنا إلى القانون لوجدنا الحل. أنها قانون الادعاء العام يقول الهيئات والمجالس. نعم. وحتى لجان تدقيق الضريبة، اللجان التدقيقية. نعم. هاي اللجان والمجالس لا تكون لها صفة شرعية، وصحة قراراتها تنعدم بعدم وجود الادعاء العام. بس يا عجبا لو رجعنا إلى الواقع، هل نجد أنه هاي قرارات اللجان يطعن بها من هذه الناحية؟ الجواب لا. سلطة مثل ما تفضلت أستاذ سالم، قضاء الموظفين والقرارات الإدارية اللي تصدر على الدوائر والمؤسسات والوزارات من خلال مجلس شورى الدولة. من خلال مجلس شورى الدولة. نعم. إنه هاي القرارات إذا انتهكت أو تم خرق الأحكام والقضاء، على الادعاء العام أن يتدخل فورا، أن يتدخل لعلاج هاي المسألة. بس احنا ما نشوف دور ابدا، ما نلقى يعني ليس له يعني دور في هذا المفصل يعني نهائيا، وانا استغرب حقيقه. الادعاء العام العفو انه من الممكن ان يتشكى لديه او يتشكى لديه. نعم. ما لقينا اليوم عضو الادعاء العام، مع احترامي للساده اعضاء الادعاء العام، ما لقينا تدخل مباشر. نعم. وقال هذا حق، هذا قانون ما يجوز. تبطل قرارات المحاكم الجزائية بعدم حضور الادعاء العام. على الادعاء العام أن يحضر محاكم التحقيق ومحاكم في الجنايات ومحاكم الجنح، محاكم الجنايات، يبطل عملها بعدم حضور الادعاء العام. الذي يبطل عمله بعدم حضور الشيء، يعني ايش قد له أهمية هذا الأمر؟ أكيد هو كركن أساسي من أركان العملية القضائية. أستاذ قيس، نعم. لربما يعني موضوعة الطعن لمصلحة القانون، وهذا مفصل مهم جدا، يعني يتدخل حقيقة الادعاء العام في هذا يعني حقيقة لمدة 3 سنوات، خاصة في القضايا اللي بها مال للدولة، في مسائل يعني المالية والمدنية حقيقة اللي بها طرف يعني الدولة تكون بأموالها. بس هو حقيقة لربما في قصور اليوم. التدخل الجانب المالي مو مثل ما التدخل بالجانب يعني الجزائي او الجسدي، يعني كان من باب اولى ان يدخل في يعني في المسائل الجسديه والمسائل المتعلقه بالحبس او السجن. لكن ومع ذلك يعني من خلال هذا المبدأ
موضوع الطعن لمصلحة القانون فيما لو يعني أيضا حتى يتمازج مع ما تفضل به أستاذ خوام اليوم، هل بإمكان الادعاء العام يتدخل في مثل هكذا يعني قرارات إدارية مهمة جدا تصيب الموظفين؟ والله الحقيقة القانون يعني رقم 159 شامل لكل ما ذكرتوه أنت والزميل الضيف من قضايا، فالقانون شامل وعنده مفردات ومفاصل يقدر يحركها ويعمل من خلالها. لكن المؤسسة الحقيقة إذا هي ما تمنع التدخلات وما توجد لها فعالية وترفض التدخلات الخارجية، ما توجد لها شأن وتضيع بخضم المؤسسات الأخرى، وراح يصير تداخل بين عملها وبين عمل المؤسسات الأخرى. يعني أنت بالآونة الأخيرة احنا ظهرت عندنا فكرة الفساد الإداري ومحاربتها، وأوجدوا هيئات مستقلة من ضمنها هيئة النزاهة، فقام الارتكاز الرئيسي رغم أنه هو العمل يمكن ضمن عمل الادعاء العام. لا احنا هسه حتى بمؤسسات العدالة الانتقالية يحرك الشكوى، يعني هيئة النزاهة من مؤسسات العدالة الانتقالية. اليوم على فرض ما موجودة هيئة النزاهة ولا مكاتب المفتش، هو عمل الادعاء العام. نقول هذا يعني هذه الهيئات هي سلبت عمل الادعاء العام، فالنصوص القانونية الموجودة بهذه الهيئات هي مجتزة يعني عن عمل الادعاء العام. تريد تقول انه الادعاء العام يعني اتكل على هذه الهيئات، اتكل، والمؤسسة هاي ما قدرت يعني تبين فاعليتها وتفرض وجودها بين عمل هاي المؤسسات المنافسة، فلذلك تشوفها ضعفت وواجباتها راحت إلى غير جهات. لو اكو تفعيل للادعاء العام ما نحتاج هيئة النزاهة. هو دور الأساسي للادعاء العام مثل ما تفضل الأستاذ، هو هذا محاربة الفساد والمحافظة على أموال الدولة وممتلكاتها. يعني اليوم حتى يعني الكثير من الأخوة بالادعاء العام يقول لك احنا نعمل جاهدين قدر الإمكان لإيصال يعني حقيقة الحقوق للمواطنين من خلال تطبيق نصوص قانون 159 لسنة 79 نافذ الحالي، لكن لربما يعني يعزى سبب إلى ظروف البلد، يعني لربما يتعكز البعض على عوامل أمنية وعوامل لربما تصيب يعني خطر هذا الجهاز وأعضاء، لكن مع ذلك هو جزء مو مبرر مقنع. العفو يعني نقطة نظام عندي أنه إحنا مو أول دولة عندها قانون للادعاء العام، ولا يعني من أحسن الدول اللي وضعت قوانين للادعاء العام، فإحنا علينا يعني الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال عمل الادعاء العام. واحد يعني انه رغم انه يعني الدز توفود الدزات يتعاطون بالخبرات الدوليه وياخذوها من خلال الدورات اللي تقام بالخارج، لكن احنا بامكاننا الاستفاده ونجيب المعلومه للداخل من خلال عقد المؤتمرات هنا. نعم. مثل ما حصل يعني باقليم كردستان باشراف منظمه ايركس وبالتعاون مع الامم المتحده والادعاء العام بكردستان ومركز الدفاع عن حقوق الصحفيين ومنظمة الطوارئ الدولية باو، كلهم استطاعوا أن يشتركون بمؤتمر ويطلعون بخلاصة بحيث يقدرون يدعمون عمل الادعاء العام بالإقليم، وطلعوا بنتائج من خلال هاي المؤتمرات الحقيقة نفعت دور الادعاء العام. لكن العراق الحقيقة مو من الدول المتخلفة بالقانون، يعني القانون الحالي رغم أنه مر عليه 30 سنة لكن هو ما يزال فاعل، ونسبة كبيرة من مواد القانون فاعلة وتؤدي دور، لكن يبقى أهم شيء أنه أولا نشر الوعي، ثانيا تفعيل دور مؤسسة الادعاء العام باتجاه إيصال فكرة الادعاء العام ومبدأ عمل الادعاء العام للجمهور. يعني ما كان واحد أكو عنده قضية مال نزاهة يفكر يروح للادعاء العام أو يشتكي عنده. ليش؟ يعني ما يعني هو أنا ربما أقول ليش هذا يعني هذا التساؤل أو ليش هذا لربما تفكير قلة الوعي الثقافي بهذا الموضوع. نقدر أضيف سؤال ولربما تحرك مداخلتك، إنه القانون رقم 30 لسنة 2011 الخاص بهيئة النزاهة سحب اختصاصات وصلاحيات الادعاء العام، نقدر ايش نقول لو هذه هيئة مستقلة وهذه هيئة أخرى؟ الحقيقة يعني هيئة النزاهة دخلت في أمور من حيث الواقع. نعم. أنه في أمور تفصيلية هي مو من ضمن عملها واختصاصها. نعم. هيئة النزاهة شكلت هيئة النزاهة لمحاربة الفساد على مستويات عالية،
مو جت تشرعت كمركز شرطه مثلا. يعني هسه نجي بصراحه انه نجي ليش الادعاء العام ما يقدر يسأل رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء واي وزير؟ القانون الادعاء العام يقول الجهات التحقيقيه نعم واعضاء الضبط القضائي واي جهه تحقيقيه تخضع لاشراف الادعاء العام. انطيني هسه عضو ادعاء عام يروح يشرف على هيئه النزاهه، مو جهه تحقيقيه؟ نعم جهه تحقيقيه لو تحقق ويا مواطن عراقي لو لا. زين هل هذا التحقيق محصن من غيره مثلا؟ لو يخضع لمعايير العداله؟ هاي واحد نقطه. يعني الادعاء العام خيمه واسعه على الكل، إلى حق الاشراف. انطيني هسه او يقول لك يعني حتى هيئه النزاهه يقول لك مو شغلي تمارس التحقيق يعني من خلال قاضي التحقيق ومن خلال الادعاء قاضي التحقيق بشكل. نعم. بس احنا ربما نعيد السؤال سواء اسمه عنوان نزاهه او انا مو اريد ربما نعيد السؤال بطريقه اخرى. نريد نربط بالتفعيل الاخير. لا من هي الجهه التي تتولى يعني تحريك الشكوى او تفعيلها او ايقاف؟ لربما هذا بمدخل مهم. نعم استاذ سامي. احنا ليش نتكلم على موضوع مساله تفعيل؟ هل القانون فعلا يحتاج تفعيل؟ القانون إذا سن القانون وأصبح نافذا من تاريخ يحتاج تفعيل. نعم يحتاج تفعيل. أكو قوانين تحتاج إلى الناس تتعاون مع السلطة من أجل تفعيله، وأكو قوانين ما تحتاج هسه مثل قانون الادعاء العام يعني إلى دور المواطن. لا ليش ما تفعيل؟ يعني لو ما سيق احنا من شروط القاعدة القانونية أن تكون ملزمة مو من شرائطها مو شكل. إذا قانون ما يفعل ما ياخذ يفعل من خلال السلطة غير. أكيد من خلال السلطة. يعني المواطن اللي يفعله السلطة. لا أكيد من خلال السلطة، والمواطن أيضا يساهم في تفعيله. خلينا ناخذ اتصال. نعم. من صالح من كربلاء. فالح من كربلاء. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. شلونك اخي استاذ سليم؟ حياك الله. اخوي عندي اخوي مسجون. السؤال يعني بلا زحمه عليك. نعم. كان بمطار بغداد. زين نقلوه للتاجي ولحد الان ما نعرف شنو اخباره يعني. زين يعني يصير هذا الشيء يعني ما نعرف كل شيء. الله يعني الجهه اللي اخبرتك انه نقلوه من المطار الى جماعته. اسمح لي اخي عزيز. نعم. جماعته خابروني من المطار بغداد. نعم. قالوا لي نقلوه للتاجي. زين عرفت لحد الان ايش ما نعرف. يعني انا اخ فالح انا يعني لربما موضوع حلقتي على الادعاء العام بس اتعاطف وياك يعني ما يعني رحم الله على راسي. المفروض انا وزاره العداله نعم احنا موضوعنا شكل. بس انا اتمنى تراجع الطرق القانونيه الاصوليه السليمه. اليوم من يتم نقله من جهه الى اخرى تتابع هذه الجهه اللي كانت هي يعني موقفته. واليوم ماكو شيء مخفي اخ فالح. يعني اليوم احنا كما يسمى في ظل الشفافيه اي قرار يتخذ فيها على جهه ورا دقائق تجده في الفيس وفي وين صار الحين؟ صار 4 اشهر الله يخليك ما ندري شنو اخباره. حتى ارجدك اخ فالح اريد شوي تكون اكثر ريلاكس. الجهه التي كانت يعني هي اللي موقفه اخوك اعتقد مطار بغداد مو شكل تقول لي في المطار. نقل هؤلاء واضح جدا ماكو اليوم الدوله ما تخاف تقول لك نقل الى مثلا فلان مكان الى فلان محكمه الى قاضي تحقيق كذا. فاتمنى تراجع الجهه اللي كانت موقفته. يعني ما نعرف انا هسه وين اخوي. بس موجود هل هو موجود بالتاجي موجود نقدر هو اخ فالح عن شنو موقوف؟ عن اي تهمه؟ عن الارهاب لو عن موضوع اخر؟ لا مو ارهاب لا. عن شنو موقوف؟ هو موقوف عن مشاجره وصار به قتل وهاي تعرف العشاير. مشاجره وقتل. هو ما بقي له شيء 4 اشهر ويطلع. الشهر الثالث يطلع. يعني محكوم هو؟ محكوم محكوم صار له 10 سنوات وكسور تقريبا. نعم 10 سنوات محكوم. كان موقوف نفس هذا المكان اللي قلت لي بيه مطار؟ كان بالمطار. نعم. زين هسه نقلوه صار تقريبا 3 اشهر وما نعرف شنو اخباره. اخ فالح اقدر ارشدك تروح انت بامكانك مراجعه المفتش العام في وزاره العدل وعندهم دائره خاصه بالسجون وهذه التحركات معروفه يعني وخاصه يعني هسه الموضوع بدا واضح. يعني اليوم هو مو متهم
يعني محكوم عن جريمة قتل ومضى عليه 10 سنوات، عنده رقم سجين، وبحقيقة عنده ضبارة ورقم، كل سجين وكل معتقل له رقم. فأتمنى تراجع وزارة العدل، يعني الآن قريبة وزارة العدل هنا في بغداد مجاور وزارة الخارجية، ويبدو قطع اتصال الأخ فالح، بس حتى يعني إذا يسمعني أنه يراجع وزارة العدل، هي الجهة التنفيذية المختصة بالسجون والسجناء. شكرا جزيلا لفالح من كربلاء. الموضوع محسوم، يعني تدري محسوم. نعود إلى موضوعنا، وهذه الاتصالات ما نقدر نهملها لأنه مشاعر وأحاسيس مواطنين، وحتى يبقى هذا البرنامج في تفاعل مستمر مع الأخوة المواطنين. لربما هيك يعني يتبادر ذهن المشاهد يقول اكو ايضا عندي سؤال، يعني كثير من الاخوه يقولون الادعاء العام اليوم، يعني احنا اما الخلل بالمنظومه القضائيه بالجهاز او الخلل بالوعي الاجتماعي من خلال يعني البرامج القانونيه والتوعويه. يعني اليوم انا شاهدت المواطن المصري والتونسي وكثير من المواطنين عندهم وعي وتفاعل مع الادعاء العامة والنيابة العامة أكثر من العراق بالواقع العملي. خلينا ناخذ اتصال آخر أستاذ خوام. عبد العباس من الكوت. السلام عليكم أستاذ سالم. وعليك السلام ورحمة الله. تحية طيبة لك ولوالديك والمشاهدين الكرام. حياكم الله. مساء الخير والعافية علينا وعلى العراق وعلى جميع المسلمين إن شاء الله. آمين رب العالمين. أستاذ سالم، اللهم آمين. أستاذ سالم، تحدثت بارك الله فيك ونحن بحاجة إلى ثقافة وإلى تثقيف. أقول الادعاء العام لن نرى منه هنالك فعلا مؤثرا إلا في محاكمة طاغية صدام وأتباعه رحيلا مثل الادعاء العام. أقول هنالك ملفات دولية حول أموال مسروقة، أموال مهربة، هنالك أموال تقتطع من العراق والدول التي تستطيع ما تحت التعويضات كانت سبب في دمار العراق في معونة صدام. ثم لدينا في قراراتنا كثر تخص الموظفين وتخص العامل توزيع الاراضي بسلم الرواتب، هنالك قرارات لا تطبق ولا تنفذ. هل الادعاء العام اشراف على هذه او تثقيف؟ ويا حبذا الادعاء العام وحتى على مجلس الوزراء ان يضع مكاتب في المحافظات وارقام هواتف لتلقي ما يحس المواطن ويحس بانه مظلوم. انا اشكرك جزيل الشكر وارجو ان استمع الى اجابتكم. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لعبد العباس من الكوت، واشكر مداخلتك. لربما جزء باقي لنا 5 دقائق او 4 حتى نلملم بحثنا ونطلع بحصيله مهمه للمواطن وللزملاء. يعني اسئله عبد العباس بخصوص الاموال المهربه والاموال اللي تستقطع، من هي الجهه يعني الراعيه او كيف تفعل دور الادعاء العام، وقرارات يقول لا تطبق ولا تنفذ. ربما ايضا عندي نقطه نظام على الاخ عبد العباس، يقول اتمنى على مجلس الوزراء ان يفتح مكاتب للادعاء العام بمحافظات، وهو عندنا يعني تداخل من كثير من الاخوه حتى على مستوى يعني سياسيين واعضاء ربما كبار يعني محللين وسياسيين واساتذه، لربما يخلط اليوم حتى بين وزاره العدل وبين مجلس القضاء، ويخلط بين السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه مشكل. فيعني اليوم اللي مسؤول عن المكاتب ليست السلطه التنفيذيه مجلس الوزراء، وانما هو مجلس القضاء المعني، هو الذي يعني مطلب مهم جدا. نتمنى انه يتم فتح مكاتب يقول بالمحافظات، بس هي المساله هم محلوله، كل محافظه موجوده بها محكمه ورئاسه استئناف بها موجود ادعاء عام. استاذ سالم، هو يريد تمثيل اعتقد صحيح. استاذ سالم يحب اضيف العفو. نعم. بخصوص يعني ربط المحاكم اللي تختص بجرائم المال العام برئاسه محكمه الاستئناف، هذه هي الحقيقه اجتي من ضمن المفردات اللي نادوا بها بتفعيل دور الادعاء العام. فالقاضي عبد الستار البيرقدار يعني اعلن انه هم قاموا بايجاد دور يعني من خلال هذه محاكم الاستئناف. في استئناف الرصافه بدأوا، بعدين يشكل في كل محكمه استئناف جهاز الادعاء العام يتولى هاي المهمه الحقيقه. فيعني هي ضمن الاصلاحات الجاريه وتفعيل دور الادعاء العام هذا الموضوع. نعم. صح. ولو هناك لربما ورقة ينقسم، يقول نحن بحاجة إلى إصلاح القضاء، والبعض يقول أنه الإصلاح
يتعلق بعملية فساد ولا يوجد فساد في القضاء، هناك ورقة تطوير، يجوز نتلاعب بالمفردات بالألفاظ، بس هي حقيقة القضية واحدة، هي عملية إصلاح. نعم. نعم. بالنسبة ما باقي دقيقة أو دقيقة إن شاء الله. أكو شغلة تعلمنا عليها المجتمع مدى يستوعبها، إنه إحنا تعلمنا سابقا إنه هي السلطة التشريعية هي نفسها السلطة التنفيذية، هي صاحبة القرار. كان مجلس قيادة الثورة نعم. المنحل هو يجمع هاي السلطات، هو تنفيذي، هو احنا اختلفنا، احنا الادعاء العام وغيره هاي سلطات قانونية، مجلس الوزراء ما له علاقة بها. أكيد. ولا له حق يدخل. هو يعني لربما أنا قلت لربما اكو خلط بيننا ولا ربما الإخبار يتقدم إلى محكمة الجناح، يطلبون منا تعال تعهد. ما يحتاج إلى محاكمة ولا تحقيق، مجرد تعهد. نعم. هنا مراقبة مال الادعاء العام. نعم. إنه إذا شافت خلل يتدخل. إحنا نريد الادعاء العام هيك يعني. نعم أكيد. هو هذا يعني هذه المفردات أنا أوجه يعني الكلام إلى عناية رئيس جهاز الادعاء العام. هذا الجهاز اللي ننظر له حقيقة نظرة احترام وتقدير، نقول احنا بحاجة إلى مزيد من التفعيل لهذه النصوص. أعتقد عندنا دقيقة أو أقل أستاذ قيس، يعني كيف تنظر إلى الادعاء العام في ضوء هذه المعطيات التي تحدثنا عنها؟ والله حقيقة يعني أنا ما أقول غير كان الله في عون المؤسسات القضائية كلها بالعراق. ما يكون الله في عون المواطن أيضا؟ لا طبعا المواطن هو المعني، لأنه من يكون هذا بعون هاي المؤسسات راح تقدر تقدم خدمة، والخدمة ترجع للمواطن من خلال القضاء العادل. نعم. من خلال الأحكام الحقيقية، من خلال القضاء اللي ما بي يعني علاقات شخصية تدخل به. نعم. فالقضاء جدا مهم. إذا تتذكرون قبل 2003 صارت أنه القضية التحقيقية. نعم. أول ما تنعرض صارت بها تعليمات من وزارة العدل، أول ما تنعرض ما تجي القاضي التحقيق، قبل تنعرض على الادعاء العام ينطي رأي بها يفترض، وبعدين تجي القاضي التحقيق ياخذ قرار. يفترض تعزيز الدور المدعي العام الحقيقة. هذا حقيقة كان لغت هي التعليمات. نعم. بس هي فعلا حقيقة يعني حقيقة. لا هو يفترض أنه تكون بهذه الطريقة، لأن الادعاء العام هو صمام الأمان، هو الفلتر. المفروض مثل ما تفضلت فلتر انه يمر بالادعاء العام، بعدين ملزم قاضي التحقيق ان يعرض القضيه التحقيقيه خلال 3 ايام على الادعاء العام. نعم. كنص قانوني. هو نفس المدعي العام من حقه ان يطلع على اعمال سير التحقيق، ومن حقه ان يطلع، ومن حقه ان يفتش، ومن حقه ان يشرف، ومن حقه. انا اشكركم شكر جزيل استاذ قيس، استاذ قوام. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقه اشكر ضيفي الكريمين، كل من الاستاذ الخبير القانوني قيس الموسوي والاستاذ المحامي قوام عباس، كما اشكركم على حسن المتابعه والاصغاء. هذه تحية